السلام عليكم، يسعد اوقاتكم احلى عالم بالعالم. اليوم بدنا نعمل مع بعض سندويش فاهيتا. ما شاء الله المنظر ولا اروع من هيك، واكيد الطعم شي ناهي على الاخر. حدوق واعطيكم الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني، عن جد شي ناهي. اول شي بدي انزل زيت النباتي، ومن بعد انا فارم بصل وتوم وفليفل ملونة. اول شي بدي انزل البصل والتوم، بدي اقليهم شوي، ومن بعدها بدي انزل الفليفل الملونة. أنا بحب الفليفلة تكون مستوية منيح، مشان هيك بدي نزلها مع البصل والثوم. في عالم بينزلوها بالنهاية، وهي بترجع حسب الرغبة. هلأ بدي أقلي الفليفلة مع البصل والثوم. بس دبلت الفليفلة عندي بدي نزل صدورة الدجاج، أنا مقطعهم شرايح. ما شاء الله الألوان بتاخد العقل. أهم شي نقليهم على نار قوية. وصفتنا طيبة كتير وسهلة وسريعة التحضير. أهم شي كل شوي نعملن تقليبة. هلأ حبايبي أنا مجهز ملح، فلفل أسود، أوريغانو، وبهارات الدجاج، ورشة كاري، وبدي أضيف شوي من صوص الصويا، وبرجع بعملن تقليبة مع بعض. وصفتنا ولا أطيب من هيك. فضلا وليس أمرا تعملولي مشاركة للمقطع مشان يطلع عند أكبر عدد من المتابعين. هلأ بس استوى الدجاج عندي، بدي انزل الفطر بيرجع حسب الرغبة. الروايح بتاخد العقل ما شاء الله. هلأ بقلبن شوي مع الفطر، شغلة دقيقتين 3 وبكون عنا الحشوة صارت جاهزة. مبين شي فاخر على الآخر. هلأ بدنا نروح نلف السندويشات. عندي هون صوص الثوم، أو فيكم تضيفوا المايونيز. أنا بدي استخدم خبز التورتيلا، فيكم تستخدموا الخبز العادي كمان بصير. من بعد إذنكم يا أكابر اللي مو ضايفني على حساباتي الشيف نور الدين، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيك توك. بس جربتوا الوصفة حبايبي بعتولي صورة بالتعليقات لنشوف كيف طلعت النتيجة معكم. ما شاء الله ريحة الحشوة عن جد بتاخد العقل. ساويناها بأسهل طريقة وبدون تعقيدات. هلأ حبايبي بالنهاية بدي أضيف الدرة حسب الرغبة، بس بيعطي طعم طيب، والألوان ما شاء الله صارت بتاخد العقل. وهلأ آخر شي بدي حط الجبنة. فيكن تستخدموا الجبنة الموتزاريلا، وفيكن تستخدموا الجبنة الأشقوان، هذا بيرجع حسب الرغبة. يا عيني مبين الطعم بده يطلع ولا أطيب من هيك. هلأ صفي علينا نلف السندويش. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلة سهلة وسريعة. وبدي حطهم على السخانة، وفيكن تسخنون بالمقلاية على الغاز كمان بصير. ومثل ما قلت لكم حبايبي، مو متواجد عندكم خبز التورتيلا، بتصير بخبز عادي، حتى بخبز السمون كمان بتطلع طيب. الجود بالموجود، الخبز المتوفر عندكم بصير. شوفولي على هالمنظر، المنظر لحاله بيحكي ما شاء الله. واكتبولي بالتعليقات حبايبي من أي دولة عم تتابعوني. وفضلا وليس أمرا غوالي، اللي حاسن يفعل الاشتراك ما يقصر معي. وهلأ هيك السندويش صار عنا جاهز. ما شاء الله المنظر بياخد العقل. هلأ حقطع وحدة قدامكم وفرجيكم قلبها. شوفوا على المنظر ما شاء الله. ومثل ما قلت لكم الطعم شي ناهي على الآخر. ما تنسون من دعمكم يا أكابر، انتو أحلى عالم بالعالم. تحياتي لكم جميعا، باي باي.